السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشكور أخي، شكرا لكم. بالنسبة للاستعدادات فهي كالعادة ديالنا، استعدادات كتمر في أجواء طيبة كتير ولله الحمد، فيها كثير من الالتزام، فيها كثير من المسؤولية، وفيها واحد الرغبة كبيرة من أجل تحقيق الفوز، ولا شيء غير الفوز إن شاء الله الرحمن الرحيم. كنعرفوا بأن مقابلة كتخول لك المرور النهائي، هنا كتكمل الأهمية ديال المقابلة. كاين تركيز كذلك كبير وكبير بزاف من أجل الظفر بهذه المقابلة إن شاء الله الرحمن الرحيم، ونديروا جميع المجهودات ديالنا كالعادة ديالنا وأكثر من أجل إن شاء الله الرحمن الرحيم نكونوا في النهائي إن شاء الله. شكرا. رشيد غنيمي، رحب فيك مرة ثانية. تفصلكم خطوتين على الحلم، كلمنا عن استعداداتكم كلاعبين لهالمرحلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الاستعدادات تدوز مزيانة كيف موالفين ديما. المقابلة صراحة ما غتكونش سهلة علينا بحكم منتخب الاماراتي تا هو اللي منتخب قوي شويه، اللي كيف تعرف المقابلات ديال الدومي فينال ما تيكونوش ساهلين، تيتلعبوا على جزئيات اللي صغيره بزاف، و كيف تعرف اي منتخب عنده لي بوين فور ديالو لي بوين فابل ديالو، وحنا تنشتغلوا ان شاء الله باش نستغلوا ديك لي بوين فابل ديالو ان شاء الله ونحدوا من لي بوين فور ديالو. تفضل. السلام عليكم، عادل رحموني، إذاعة راديو مدينة اف ام، موقع ماتش بريس. كوتش، كل المغاربة كيتمناو لكم التوفيق لأنكم بصمتوا على واحد المسار جيد، وخاصة في الإكراهات اللي النص ما كيعرفهاش إلا اللي حاضر معكم. ممكن تطمئن الجمهور المغربي على اللاعبين، شنو هما الغيابات اللي كاينين والجاهزية ديال هذه المباراة ضد منتخب الإمارات اللي يقال عنه أنه منتخب العالم؟ فشكرا لكم على السؤال. احنا بدورنا يعني بكل صراحة كتحدونا واحد الرغبة كبيرة. احنا لو درايف ديالنا بكل صراحة، لو درايف ديالنا هو 40 مليون مغربي كينتظرنا، كيعشق كرة القدم الوطنية، وداك الفرحة ديالو هي الشعلة اللي كتحركنا باش اننا نشتغلوا من خلال استعدادات المقابلة، وباش اننا نشتغلوا في قلب داك 90 دقيقة. يعني هذه كذلك يمكن من الاشياء اللي كتعطينا قوة باش اننا رغم الصعوبات كما ما ذكرتوا كنكومبونسيو بهذه الاشياء هذه اللي كتكون حافز لينا وكتكون دفعة لينا وكتكون طاقة لينا باش اننا كنتغلبوا على الصعوبات. بكل صراحة كما ذكرتوا كانت صعوبات كثيرة من خلال البداية ديال الاستعدادات، وخصوصا في الاسبوع الاخير قبل الالتحاق ديالنا. ما كاينش شي مقابله يعني لعبناها وحنا مرتاحين، ما كاينش شي مقابله لعبناها وما عندناش ان ديزيكيليبر، مي حاولنا الحمد لله بواحد التركيز كبير، بواحد الحرفه كبيره، بواحد الذكاء باش اننا نتعاملوا مع الصعوبات ومع الخصوم. لحد الان الامور الحمد لله غاديه بطريقه طيبه. غدا كذلك غادي نتعاملوا بطريقه ذكيه، لا مع النقائص اللي غادي تكون عندنا ولا مع الصعوبات اللي غنلقاوها، باش اننا ان شاء الله الرحمن الرحيم في نهايه في صافره الحكم نكونوا حنا المتوجين، وحنا ان شاء الله اللي دايزين للنهائي ان شاء الله اللي كيطمح له كل مغربي، 40 مليون مغربي. شكرا لكم. تفضل. كوتش طارق، بونجور. يعني l'équipe des Émirats arabes unis qui يعني plusieurs joueurs naturalisés, des Sud-Américains pour la plupart, des joueurs très tactiques, très techniques, qui font la différence dans les petits espaces. Comment vous allez gérer
هاد لا كاركتيرستيك ديال هاد ليكيب هذا. لا دوزيام كيسيون كونسيرن لا بوينت ديالنا حنا، واش غادي نشوفوا غدا حمد الله ولا تيسودا اللي غيرجع؟ كومون فا اتر لا ديسبوزيسيون ديال لا لين اوفونسيف ديالنا؟ شكرا. فأولا من خلال السؤال اللي كيتعلق الأول في الشق ديالو الأول اللي كيتعلق بنقاط القوة ديال المنتخب الإماراتي، كيف ما ذكرتوا عندهم لاعبين مجنسين برازيليين أرجنتينيين، خصوصا في الجانب الهجومي ديالهم، لاعبين اللي كيتمتعوا بالسرعة، لاعبين اللي كيتمتعوا بواحد لا كاليتي تكنيك كبيرة بزاف، ولاعبين اللي يمكن لهم يديروا الفارق. احنا اكيد كناخذوا مره واحده اخرى بكل تواضع نقاط القوه ونقاط الضعف ديال الفريق الخصم، اكيد ناخذوا نقاط القوه بعين الاعتبار. من اللي كيهمنا اكثر كذلك دائما هو احنا كيفاش خصنا نكونوا من الناحيه الدفاعيه، كيفاش خصنا نكونوا متماسكين كيف ما بينا عليها في هذه المقابلات اللي فاتوا كاملين. ان بلوك تري كومباكت تري سوليد تري اغريسيف، يعني كذلك الخطوط ما تكونش متباعده، وتكون واحد التركيز اللي يكون كبير اللي يسمح لنا اننا يمكننا اننا نديروا نحدوا من الخطوره ديال اي واحد، لا من الناحيه يعني الفرديه ولا من الناحيه الهجوميه الجماعيه. ف كنظن ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نديروا القراءه الصائبه ان شاء الله باش اننا نكونوا فعالين ان شاء الله، لا دفاعيا ولا هجوميا. شكرا. شباب بس هدوء ولا عليكم امر، بس ولا تهونون عشان المدرب يقدر يتكلم، اعذرونا بس. تفضل ثالث واحد. راشد النجار، دبي رياضية. كابتن طارق، ما مدى جاهزية طارق تسودالي لمباراة الغد؟ والسؤال الثاني، وجود عدد من لاعبين المنتخب المغربي الذين يلعبون في الدوري الإماراتي، هل هذا يعد نقطة إيجابية للمنتخب المغربي؟ فاسمح لي يمكن من خلال الجواب على السؤال ديالكم اللي سؤال جيد نرجع للشق الثاني ديال السؤال على حمد الله. يمكن لي نقول لك بانه انا سعيد بالرجوع ديالو بكل صراحه، وقبل هذا فيمكن لي نقول لك بانه قبل المنادات على حمد الله لقيت المجلس السنويه وتحدثت معاه، لقيت واحد اللاعب اللي عنده واحد الغيره كبيره للرايه الوطنيه وكره القدم الوطنيه، ولقيت واحد اللاعب اللي كان مستعد 3000% باش يدافع على القميص الوطني وباش يكون مع المجموعه وباش يعطي كل ما يملك. ضعنا فيه اكيد من بعد ذاك الحمراء اللي كانت كنظن قاسيه، خصوصا الا رجعت شفت الحمراء اللي ما تصفراتش اللاعب ضد اللاعب البريكان، فكنظن اني تحرمت من واحد اللاعب لجوج المقابلات ونصف. وكذلك كيدير واحد العمل كبير داخل المجموعه مع كذا حقيقه مع افراد الاسره، يمكن لي نقول لك الاخوان ديالو الاخرين. فكنظن بانه الحمد لله ان شاء الله يمكن يكون غدا ان شاء الله الرحمن الرحيم كرسمي كيف ما يمكن يكون كبديل في جميع الاحياء في جميع الحالتين. فمحتاجين للجميع، واكيد ان غادي يكون واحد الطرف او واحد الدافع ايجابي بالنسبه لنا في خط الهجوم، خصوصا في الاكراهات اللي لقينا في خط الهجوم والاصابات اللي تعرضنا لها. هذا من ناحيه السؤال ديالكم. كنظن ان بالنسبه للسودالي احنا كنشوفوا الحاله ديالو ان شاء الله هو في تحسن مستمر، الحمد لله كاين تحسن كبير كبير كبير. نشوفوا ان شاء الله غدا الامور كيفاش تكون، واش يمكننا نعتمدوا عليه كاساسي او كاحتياط ان شاء الله الرحمن الرحيم. هذا من ناحيه. بالنسبه للاعبين فاكيد فاش كيكونوا لاعبين كثار كيلعبوا في واحد الدوري، وبهذه المناسبه خليني نشكر الناس ديال الامارات وشعب الامارات ونوادي الامارات، لان لعبت في الامارات ودربت في الامارات، وكان لي الشرف انني نكون
قريب من الناس الإماراتيين اللي كنحبوهم وكنعزوهم وكنفتخروا بهم شعبا وحكومة. وكرة القدم الإماراتية دائما كانت كرة رائدة في الخليج، عندهم لاعبين ممتازين، كيكونوا مدربين ممتازين، مسيرين كيعشقوا كرة القدم وكيحبوها، وكاين مغاربة كثار على مر السنين. واكيد ان هذا عامل كيحفز اللاعبين ديالنا، وكذلك حتى هو عامل تحفيزي للمنتخب الاماراتي فاش كيواجهوا لاعبين اللي كيعرفوهم. فكنظن ان هذه تكون واحد المقابله اللي مكشوفه في وسط الملعب، على ارض الملعب للطرفين. شكرا لكم. تفضل. أحمد عقاد، موقع ومنصات ون. سؤال الكابتن راشد. منتخب المغرب تلقى هدف واحد حتى الآن في هذه البطولة، كيف ترى هذا الموضوع بالنسبة لك وأنت يعني شاهد على خط الدفاع وتمركز اللاعبين؟ بالنسبة للسؤال ديالك، هذا يبين على الخدمة ديال الجروب كامل صراحة، وهادشي ما تيجيش بالسهل صراحة. كيبان على الخدمة اللي تنديرو من نهار ما الاول اللي جينا فيه قطر، والدراري الحمد لله. هادشي هو اللي تيخلينا نزيدو دافع كبير باش نكونو ديما في التيران، نحاولو نصلحو الاغلاط ديالنا ماكسيموم، وديما نكونو واجدين باش ما يشماركاش علينا، ونحافظوا على الشباك ديالنا. تفضل. محمد عزيز، وكالة المغرب العربي للأنباء. مبروك التأهل للنصف النهائي. والسؤال ديالي واش يعني إمكانية تواجد مدربين مغربيين في النهائي يشكل حافز لتجاوز عقبة منتخب الإمارات؟ شكرا. شكرا لك على السؤال. نعم، هو حافز إضافي، لأن في الأول وفي الأخير تنبقى لا أنا الأخ جمال مدربين مغاربة كنحملوا يعني الصورة ديال المدرب المغربي، الاجتهاد ديالو، المكانة ديالو اللي وصلها في الوقت الراهن على الساحة الإفريقية والساحة العربية والساحة العالمية. كنظن بأن أتمنى نكونوا بجوج إن شاء الله في النهائي، باش نأكدوا بالصحوة اللي كاينة ديال كرة القدم الوطنية، وبأن لا شيء يأتي من فراغ، يأتي بتخطيط. وهنا مرة واحدة أخرى غادي نفتح القوس باش نشكر جلالة الملك نصره الله على الرؤية الصائبة ديالو وعلى المشروع الكبير اللي كنزل من أجل تطوير كرة القدم الوطنية على جميع الأصعدة، بما فيها تكوين الأطر والمدربين. وحنا الحمد لله اليوم كنجنيو الثمار ديال هذه الرؤية السديدة، وأكيد أن إن شاء الله الرحمن الرحيم التواجد ديالنا الآن بعد عنده أكثر من معنى، أن جوج ديال المدربين واصلين للمربع الذهبي، وهذه تكون كما تنقولوا لا سوريز سور لو غاتو ان شاء الله الرحمن الرحيم. الى كان المنتخب الاردني بقياده المدرب المقتدر الاخ جمال، وحنا ان شاء الله الرحمن الرحيم في النهائي، فهذا يكون نهائي بطعم خاص كيأكد المكانه اللي وصل لها الاطار الوطني المغربي، واللي كنكرر مره واحده اخرى لم تاتي من فراغ، اتت من اجتهادات، اتت من تضحيات، اتت من عناء، أتت من عمل، من خصوصا أتت من حب وغيرة على كرة القدم الوطنية وتطوير كرة القدم الوطنية. شكرا لكم. تفضل. مرحبا كابتن طارق، صباح الخير. عبد الهادي، عكاظ، السعودية. أعتقد المغرب حاليا هو أصبح بنش مارك لكل المنتخبات الأخرى، سواء في الفريق الأول، الفريق الثاني، الفئات السنية. وصلت نصف نهائي كأس العالم، الآن أمامكم الكان، اليوم نصف نهائي. كيف هذا الأمر ممكن يشكل ضغط للمنتخب؟ يعني الجمهور المغربي لا، المغرب ما حيرضى إلا بنهائي ولقب بعد كل ما تحقق. كيف هذا الأمر ممكن يشكل حافز أو ضغط على اللاعبين عليك أنت كمدرب؟ شكرا لك أخي، وبدوري كنشكرك، ومن خلالك كنشكر
وكنحيي الشعب السعودي الشقيق وكرة القدم السعودية كذلك. من بأن هذا سؤال سولته أكثر من مرة، والجواب هو بسيط بكل صراحة. أن الضغوطات ما تتعلقش بالمقابلات عندنا، هذا عند عبد ربي. يعني عندي أنا شخصيا الضغوطات لا تتعلق بالمقابلة في حد ذاتها. أن الضغوطات جاية معايا منين كنت كنلعب كرة قدم قبل أنني نولي في التدريب. لعبت بما يقارب 15 سنة متواضعة في بلاد المهجر. كان عندي الشرف أنني نمثل كرة القدم الوطنية، لا في تشامبيونز ليغ ولا في لاكوب دوروب ولا في الأندية اللي فت فيها. كنت دائما حامل المشعل منذ نعومة الأظافر ديالي بكل مسؤولية وبكل جدية. كنت حامل المشعل ديال سفير كرة القدم المغربية. يعني رغم أنني كان عندي من 19 سنة، واش كنقول منذ نعومة الأظافر ديالي، كان عندي هذا الحس هذا وهذا الفكر، باش أنني كنعرف بأن الذهاب ديالي لأوروبا فهو ماشي ذهاب من أجل لعب كرة القدم فقط، ولكن كنت حامل واحد الرسالة، وهذه الرسالة هذه كانت كتمثل في أنني نمثل كرة القدم الوطنية أحسن تمثيل داخل الملعب، وهنا كنسطر عليها كذلك خارج الملعب. الإنسان المغربي، الأخلاق ديال الإنسان المغربي، المبادئ ديال الإنسان المغربي، الصورة ديال الإنسان المغربي، وكذلك اللاعب المغربي على أرض الملعب. فهذه مشات معايا إلى يومنا هذا. لهذا كنقول لك الضغوطات ما كتعلقش عندي أنا بالمقابلة بغض النظر الحجم ديالها. أنا الضغوطات عندي كتعلق بأنه كيفاش الصورة ديال المغرب، كيفاش كرة القدم ديالنا ديال المغرب تكون دائما عالية. وهنا فين كتجي مرة واحدة أخرى هو داك الدافع ديالي والدافع ديالنا كاملين كمجموعة. وبهذه المناسبة كنشكر كذلك اللاعبين بكل صراحة، أنهم كل لاعبين اللي جيت تشوف في المجموعة، لا اللاعبين اللي كيلعبوا في المغرب ولا اللاعبين اللي كيلعبوا في الخليج، يمكن كنتشاركوا هذا الشيء هذا، أن كلهم كانوا وهما أحسن سفراء لكرة القدم، لا من الناحية الأخلاقية والتربوية ولا كذلك من الناحية الكروية. والأسماء راه كثيرة، من حمد الله بن شرقي إلى آخر واحد كاين في المجموعة. كنا كنحملوا فوق الدار ديالنا تشريف كرة القدم الوطنية وتشريف 40 مليون اللي كينتظر الانتصار ديالنا. شكرا لكم. تفضل. طارق، تحياتي. كريم طرهوني، قناة أبو ظبي الرياضية. حبيت نسألك عن نقطة، كون المنتخب المغربي شاهدناه في بعض المباريات في كأس العرب مع السعودية، حتى في الدور الماضي دور ربع نهائي مع المنتخب الفلسطيني. في بداية المباراة قبل اللعب كانت هنالك بعض الهجمات الخطيرة اللي تقبلها من دفاع المنتخب المغربي، ثم بعدين يرجع في المباراة تحسبا لمباراة نصف نهائي مع منتخب الإمارات. أنت تعرف جيدا كرة الإمارات فيها عدة لاعبين مميزين أمثال كايو وأمثال خيمانيز، وخاصة على الرواقين روبن ميلوني. رأيك في هذه النقطة، وهل قرأت حساب لهذه النقطة؟ شوف، كرة القدم يعني بكل صراحة كتجي تشوف أفضل لاعب يمكن نقولوا في العالم، لا درتي حسابيا مسائل حسابية تلقاه في 90 دقيقة شحال من مرة كيقبض الكرة كتكون عنده في الرجل ديالو، فتلقى أقل من 3 دقائق. يعني أنا كنحدثك على أفضل لاعبة في العالم، اللي نهضروا على ميسي، نهضروا على كريستيانو، نهضروا على رونالدينيو، نهضروا على لاعبين، باش تلقى في داك 90 دقيقة كاين 3 دقائق يمكن كأقدر تقدير اللي كيكون عنده الكرة. يعني 87 دقيقة شنو كدير فيها؟ هو اللي يمكن كيدير الفارق على ارض الملعب. يمكن فاش كنتفرجوا من خلال الشاشه بما فيهم انا، فاش كنتفرج من خلال الشاشه كيبان لنا فقط التوقيت فاش كيكون الفريق عنده الكره او اللاعب عنده الكره، ولكن كننساو بان راه هذيك لو مومون اللي عنده الكره راه فقط واحد 3 دقائق، مي 87 دقيقه او اكثر، فكنظن هي اللي كتعمل الفريق. اكيد كذلك ما خصناش في داك 3 دقائق، لان جمعنا 3 دقائق مع 3 دقائق لكل واحد راه كتعطي واحد النسبه كبيره في الدقائق من خلال المقابله، ولكن ما خصناش كذلك نستثنيو الاهميه ديال حمل الكره. الكره تكون بين القدمين
ولكن كذلك نعطيو قيمه ل 87 دقيقه الاخرى. كذلك من الناحيه الثانيه هو ان كره القدم فيها انت عندك الكره وانت ما عندكش الكره، فكيف التعامل في الوقت اللي ما عندكش الكره، وكيفاش تتعامل في الوقت اللي عندك الكره، وبيناتهم كاين واحد العامل كبير ومهم بزاف خصوصا في كره القدم الحديثه، هما لي روكونفيرسيون، لي مومون يعني فترات التحول، الوقت اللي ما عندكش الكره ولات عندك الكره، والوقت اللي عندك الكره وضيعتي الكره. فكنظن الا جيت تشوفها تلقاو هادو عوامل مؤثرين كثار في كره القدم، اضافه لواحد العامل ثالث اللي هو مهم كذلك، فهو العامل اللي كيتعلق بلي مومون فور ولي مومون فابل. كاين فترات قويه عند اي منتخب، وكيمر بفترات خلال 90 دقيقه اللي كتكون اقل. فهنا الاهميه ديال كيفاش تستمر داك الفترات اللي كيكونوا لي مومون فور باش انك تسجل، وكيفاش انك تقدر انك تحمل العبء ديال داك الخطوره ديال لو مومون ديال الفترات الفارغه اللي كيمر منها اي منتخب. غير كل ما كانت اقل كل ما افضل باش انك ما يتسجلش عليك. كنظن المنتخب هادشي اللي خصنا نقوموا به، هادشي اللي راحنا كنقوموا به من خلال اول مقابله، هادشي اللي قمنا به في الشان باش عطانا لا كوب الحمد لله ديال الشان، هادشي اللي قمنا به في الاولمبياد باش عطانا برونزيه وتتويج في الاولمبياد، وهادشي اللي نقوموا به غدا كذلك. نعرفوا بان كيف ما ذكرتوا منتخب قوي كيمتلك لاعبين مجربين ولاعبين يعني عندهم مؤهلات كبيره من الناحيه التقنيه والهجوميه، لكن مره واحده اخرى علينا حنا مره واحده اخرى بكل تواضع تناخذ الخصم بعين الاعتبار، ولكن اللي كيهمنا هو الفريق ديالنا. كنظن ان الاستماته اللي بانوا عليها اللاعبين ديالنا في المنظومه الدفاعيه، مي حتى لاعب في الدفاع كاين واحد التركيز عالي، وكاين واحد الجديه كبيره، وكاين واحد التعامل من الناحيه التكتيكيه والتقنيه وحتى من الناحيه الدفاعيه بطريقه جيده، اللي خلاتنا اننا لحد الان ما نسمحوش للخصوم باش انهم يديروا علينا بزاف ديال باش يديروا علينا خطوره او انهم يوصلوا للمرمى ديالنا. وكذلك حتى الاستقبال الحمد لله استقبلنا هدف واحد، كنتمنى من الله واكيد ان غادي نكونوا غدا كذلك عند حسن الظن ان شاء الله. تفضل نبي سؤال حق اللاعب. سؤال اللاعب وسؤال المدرب بطبيعه الحال. امين المجدوي، جريده المنتخب المغربيه. كوتش طارق، شكرا لكل ما فعلته الان في نهائيات كاس العرب مع اللاعبين. بكل تاكيد تعرف باننا كصحفيين واعلاميين مغاربه نريد دائما نقل نبض الشارع الكروي المغربي. في المغرب هناك اشاده كبيره باللاعب منير الشويعر الذي اقحمته في المباراه الاخيره. يقولون بان منير الشويعر لم ياخذ كامل فرصته مع طارق السكتيوي، ما تعليقك على هذا الامر؟ وكيف تعمل على تحفيز لاعبي المنتخب المغربي الرديف الذين لم يتواجدوا في اللائحه النهائيه لكاس افريقيا التي اعلنها المدرب وليد الركراكي مؤخرا؟ اما بخصوص سؤال للحارس المميز الخلوق رشيد غنيمي، انت لعبت مع المنتخب الاولمبي، المنتخب المحلي، المنتخب الرديف، تملك تجربه الان تحضر كحارس ثالث خلف المهدي بن عبيد وصلاح الدين شهاب. كيف تنقل هذه التجربه هذه للحارس المهدي بن عبيد الذي يحضر كاساسي للدفاع عن عرين اسود الاطلس بكل استماته وقوه؟ شكرا جزيلا. شكرا لك على السؤال. رغم انني يعني في كثير من الاحيان كنحبذ انه يكون الكلام ماشي على لاعب يعني فردي، لكن يكون على المجموعه ككل، لكن في بعض الاحيان نكونوا مرغمين باش نخلي يعني نجاوبوا الجواب اللي خصو يتجاب. بالنسبه للاعب شويعر، هو على غرار الاخوان ديالو، حنا كنقولها وتنكررها مره واحده اخرى، في المنتخب ما كاينش، وكنتمنى من الله يتفهم هذا لو ديسكور هذا ديالي، ماشي فقط المنتخب اللي عندنا الان او المنتخب اللي كان عندنا في الشان، وين لجميع المنتخبات من المنتخب الالف حتى المنتخبات السنيه. يمكن في المنتخبات السنيه هذه المشاكل هذه كتكون اقل او غير موجوده في بعض الاحيان. هنا المغرب، هذا المغرب نتمنى من الله باش تفهم، هذا سي ليكيب ناسيونال، سي الرايه. احنا ماشي هذا كيمثل واحد النادي والاخر كيمثل واحد النادي، وهذا سميتو اكس والاخر سميتو ايغريك، لا. اون فوا هذا اللاعب دخل سي
المغرب، يعني المنتخب الوطني والكل كيولي واحد، حنا جسم واحد، حنا روح وحده. كذلك بالنسبه للاعبين اللي كيتم يعني البدء بهم او تتمه العمل او ما كيتمكنوش من الدخول، فاكيد فاش كيكون شي مدرب كيعمل واحد التوليفه ديالو كيديرها بناء على معطيات كثيره. من بين هاد المعطيات هادو فبحال شي واحد غادي للحرب كيخصو اسلحه، ما يمكنناش نمشيو للحرب غير بسلاح واحد، خصنا انواع ديال الاسلحه واشكال ديال الاسلحه. نفس الشكل بالنسبه لنا، يعني شواعر ماشي هو زحزوح، زحزوح ماشي هو مهري، مهري ماشي هو بركاوي، بركاوي ماشي هو اكس ايغريك. في كل بوست، يا اما في رقم 10 طنان ماشي هو بوغرين، بوغرين ماشي هو الكرتي. حتى في وسط الميدان مهديوي ماشي هو حريمات، حريمات ماشي هو باش، محتاجين ليهم كاملين. اذا شكون اللي كيدير الفرق؟ حنا المهم عندنا شنو هو اننا يكونوا عندنا اسلحه اللي على غرار الفريق الخصم، على غرار مجريات المقابله، على غرار لو سيناريو ديال المقابله. الا كنا منتصرين ماشي هي الا كنا منهزمين، والا كنا متعادلين وباغيين نرجعوا حنا اللي نربحوا، ماشي هي حنا متعادلين وباغيين حنا نبقاو متعادلين. الا كنا حنا رابحين بجوج وباغيين نبقاو رابحين بجوج ونحاولوا بطريقه او بصيغه اخرى نضيفوا الثالث ولكن نحافظوا على رابحين بجوج، كتولي كتحتاج اللاعبين بواحد الشكل واحد اخر. اذا ما يمكنش هاد نقبطوا ونقولوا هذا اللاعب هذا هو اللي غادي نلعبوا به ونلعبوا به دائما بنفس الطريقه، او هذا اللاعب هذا هو اللي خصنا ندخلوه دائما بنفس الطريقه. ف شوف كاين واحد النقطه كذلك مهمه، في بعض الاحيان يبان لك لاعب جيد، يبان لك لاعب جيد، لكن راه لو سيناريو مثلا مشى بان هذاك اللاعب في ذاك لو سيناريو ديال المقابله لعب في لي بوين فور ديالو، يمكن ندخلوه في نفس المقابله في سيناريو مغاير هيبان لك سيء. علاش؟ لانه ولا يبان لك 50-50. لماذا؟ لان ذاك لو سيناريو كيحتم انه يلعب في لي بوين فيبل 50% ويلعب في لي بوين فور ديالو 50%، اذا يبان لك لاعب متوسط. فاش غادي تدخل في واحد لو سيناريو اللي فيه غير لي بوين فور ديالو، اذا كيلعب غير في لي بوين فور ديالو في داك 30 دقيقه ولا نص ساعه ولا 45 دقيقه ولا المقابله كلها يبان لك جيد. علاش؟ حيت كيلعب غير في لي بوين فور ديالو. ويمكن في سيناريو واحد اخر اللي كتلتزم به كتستلزم انه لو سيناريو كيديه يلعب في لي بوين فيبل ديالو يبان لك سيء. هادو هما اشياء اللي حنا كناخذوها بعين الاعتبار، واشياء اللي خديناها كذلك بواحد التجربه متواضعه لهذه السنين، ودابا غاديين فيها كذلك في التدريب. فكنتمنى من الله باش اننا نكونوا دائما كنحسنوا الاختيارات. حنا مره واحده اخرى عندنا ما عندناش هذا لاعب جاي من واحد النادي وهذا لاعب من نادي اخر، كذلك ما عندناش الفرق بين اللاعبين. دائما كنأكد وانتم راكم عارفين هذه القضيه، حتى في النوادي اللي دزت منهم اللاعبين كلهم مهمين ومحتاجين للجميع. اي واحد كيمثل المنتخب الوطني عيطنا له في اللائحه فهو مهم، كل واحد والاختصاصات ديالو. الاهم ويكونوا عندنا اسلحه اللي نكونوا ندفعوا بها بذكاء على حسب لو سيناريو اللي يدينا النتائج الطيبه. والحمد لله النتائج راه كتاكد بان لا الاختيارات ولا التعامل القبلي او لا خلال المقابله فهو الحمد لله في صالحنا. نتمنى من الله باش ربي يوفقنا مره واحده اخرى باش نكونوا مره واحده اخرى عند حسن ظنكم وعند حسن ظن 40 مليون مغربي. شكرا. واخا تعاود للسؤال ديالك. تجربه كبيره مع المنتخب المغربي الرديف، كتحكي مع المنتخب المغربي الاولمبي ومحليين، اكيد التجربه غادي تحاول تكون حاضره باش تكون ضيف احسن الزملاء ديالك سواء الشباب ولا النبيل، وخاصه مدينه النبيل اللي تيلعب كحارس اساسي. بالنسبه للتجربه ديالي في لي كوب اللي دازو، صراحه لي كوب مختلفه صراحه. كيفاش تعرف لاكان ديال ايفنت 3 ماشي اولمبيات، والاولمبيات ماشي لاكان ديال المحليين، ولهذا كوب ضربت هي اللي صراحه لا كوب اللي مختلفه عليهم. وبالنسبه للمهدي حارس كبير حتى هو، وحارس اللي عنده اكسبيريونس ديالو، وان شاء الله نتمنى ليه التوفيق ان شاء الله في مباراة الغد ان شاء الله، ونفوزوا ان شاء الله، ونهديو هذا الفوز ان شاء الله للشعب المغربي ونفرحوه ان شاء الله.
نختم مؤتمرنا الصحفي. شكرا لكم جميعا.